تومورو ديزاستر واحدة من المنهوات اللي كانت محمساني جدا في بدايتها وواخداني وطالعة بيا فوق حرفيا، بس في لحظة واحدة بس خدتني ونزلت بيا للجحيم. بصوا عشان تعرفوا الآلية بتاعتي في اختيار أي منهوة، فالأول خالص أنا بفتح أي موقع وأقعد أفر كده في المنهوات لحد ما ألمح بوستر يشدني. دي أول حاجة البوستر، فيما بعد الملخص. لو اشتريتني بالملخص فما بيبقاش قدامي غير آخر عامل، أول 10 فصول. أنت لو قدرت تشتريني في أول 10 فصول فأنت كده ضمنتني، غير بقى لو حصل شيء مؤسف جدا، وده حصل في تومورو ديزاستر. منها صيني مش مترجم منها غير بس 17 فصل على تيم اكس، وما نزلش منها غير 33 شابتر، وانا المفروض كنت استشف من ال 17 شابتر بتوع تيم اكس دول انه بلاش احسن، بس انا استاهل كل اللي يجرالي. المهم هاخدكم معايا في التجربه بتاعت المنهوه دي خطوه بخطوه. القصه بتاعتنا بتبدا بدايه مش مبهره قوي يعني. اول فصل البطل بيجري وفي وحش غريب بيجري وراه، وبعدها تجيله رساله من السيستم يقول له نام عشان تكسب. انا هنا قلت منها سيستم والبطل هيبقى اقوى شخص في العالم ويقتل كل الوحوش الغريبه والعبط ده كله، وكنت غالبا هعمل لها سكيب، بس قلت اكمل. البطل بيغمى عليه وبيصحى يلاقي نفسه في مبنى تحت الارض، وفي دكتور بيقول له انه من بين 43 طفل بس ناجي في العالم، وان الشياطين ابادوا البشريه كلها، ومفيش بس غير الدكتور ده وال 43 طفل دول محميين في هنجر تحت الارض. انا هنا ابتديت اتشد شويه، قصه نهايه عالم وانا بحب قصص نهايه العالم، فقشطه ماشي شكلي هكملك شويه. الهنجر ده مكون من 5 ادوار، اول دور وده دور ملوث بالكامل محدش بيقدر يدخله، تاني وتالت دور دول السكن بتاع الاطفال، رابع دور المخزن، وخامس دور المختبر اللي محدش بيقدر يدخله نهائيا غير الدكتور، والدكتور ده هو الوحيد البالغ في القاعده دي كلها، وهو برضو اللي بيقدر يجيب اكل لكل الاطفال، اسرار والغاز وبتاع. ماشي يا سيدي كمل. بعد كده بيبدا الدكتور ده محاضره عن الشياطين، اشكالهم وطريقه اخضاعهم. هنا ابتديت اقول شكل الدكتور ده بيربي الاطفال دول وهيشرف عليهم عشان يهزموا الشياطين، وهجوم مضاد وكده. ابتديت تشتريني اكتر. بدا يقول لهم ان الشياطين في كل انحاء العالم ومفيش اي مكان امن في العالم ده غير القاعده دي اللي بناها الدكتور بنفسه. وهنا البطل بيبدا يشك في كلام الدكتور وازاي محدش من الاطفال دول بيعارض كلامه، وبدا يفنط الامور في دماغه. القاعده كلها اطفال ومفيش حد بالغ نهائيا غيره، وبما ان القاعده كلها اطفال ومفيش حد قوي غير الدكتور فسهل جدا التحكم والتلاعب بيهم. هنا بدأت تشتريني اكتر واكتر، بدأت تشككني في الدكتور ده وبدأت تشككني في العالم. هنا المؤلف بدأ يحط قدامي وقدامك بوادر مؤامرة ويقول لنا خلوا بالكم احتمال يبقى الكلام ده كله كده ومفيش نهاية عالم وان الموضوع غير كده خالص. وبيكمل الموضوع ده بعدها ببان على طول البطل يجاوبنا على السؤال ده ويقول انه لازم يخرج من القاعدة دي ويتأكد بنفسه. رد فعل منطقي جدا، احنا عندنا حاجة شاكين فيها ولازم نتأكد منها ومفيش اي حل نهائي للتأكد غير ان البطل يخرج بره القاعدة. المهم تاني يوم البطل بيتكلم شوية مع البنت دي، عايزك تفتكرها بنت صغيرة لطيفة بتحب الاكل، ركز معاها عشان دي من الخوازيق الكتير اللي قابلتني. البطل بيحلم بكابوس قطة واقفة قصاده بتكلمه، وبنعرف ان القطة دي هي اللي اديته السيستم وبتقول له انه لازم ينقذ جسمها اللي محبوس في القاعدة دي. لغز جديد بيضاف لينا وبيزود الشكوك حوالين الدكتور. بيبدأ البطل يدور في طوابق القاعدة التاني والتالت بس ما بيلاقيش اي حاجة، والطابق الاول ما يقدرش يوصل له بسبب كلامهم عن التلوث، والطابق الرابع هو المخزن قدر انه يوصل له بس ما لقاش فيه اي حاجه، وده معناه ان اجاباته هتبقى في الطابق الخامس واللي هو المختبر اللي محدش يقدر يدخله غير الدكتور. بس فجاه البطل بيسمع صوت جاي من الراديو من جماعه اسمها فريق الانقاذ السماوي، بس الصوت ده بيفصل. هنا شكوكنا بدأت تزيد، في بشر عايشين بره القاعدة وبيعملوا عمليات انقاذ، والدكتور كان بيكتب في موضوع ان مفيش بشر ناجيين غيرهم. المهم المكان اللي كان فيه الراديو ده كان مخبأ سري وكان فيه مذكرات ورسومات للشياطين، وهنا بتدخل عليه بنت اسمها أليس اللي بنكتشف انها هي كمان شاكة في الدكتور، وده بسبب ان الاطفال دول اوقات بيختفوا وبعدها يرجعوا تاني بس بشخصيات مختلفة عن شخصياتهم. وبتقول انها فجأة لقيت المذكرة دي قدامها هي وشخص اسمه باندو، ولما قرروا يدوروا ورا الموضوع ده باندو اختفى ورجع تاني بشخصية مختلفة، ولما ورته المذكرة قال انه مش فاكرها ولا فاكر اي حاجة عنها، والتغييرات دي حصلت بعد ما دخل مع الدكتور للمختبر. هنا يا معلم انا خلاص العمل ده اشتراني، انت عمال كل شوية تديني لغز زيادة عن اللغز اللي فات وتحط لي كذا سؤال عايز اجابة وتشككني اكتر واكتر في الدكتور وفي العالم نفسه. هنا الشخصيتين بتوعنا عشان يتأكدوا من كل حاجة لازم يخرجوا من القاعدة. طيب ازاي هيخرجوا من القاعدة؟ عن طريق مفتاح موجود في المختبر اللي في الدور الخامس،
والمفتاح ده هو اللي بيدخلهم على الدور الاول اللي لو تفتكر كان ملوث. وهنا عندنا مليار سبب يخلونا عندنا فضول ندخل المختبر، المفتاح وجسم القطه اللي هي سيستم والمختبر نفسه ايه اللي بيحصل جوه والدكتور والعالم وكل حاجه. احنا كل الاجابات اللي بندور عليها دي هنلاقيها في المختبر. بس المفاجاه بقى ان باندو كان بيتصنت عليهم، وانا هنا زاد اعجابي اكتر واكتر بيها. الكاتب ما عندوش مشكله، عادي جدا يبوظ خطه الابطال طالما خلى باندو يسمعهم. وكمان ضاف لنا سؤال جديد بعدها لما البطل سال اليس عن صوره لقطه شبه بتاعه السيستم، واللي قالت له انها شيطان بياكل البشر. المهم بيقدروا يدخلوا المختبر عن طريق فتحه التهويه، واول حاجه بيشوفوها هو جسم باندو الاصلي في انبوبه اختبار. ادي اول سؤال من اول لحظه لنا في المختبر ابتدى يبان باندو ده متبدل وجسمه الاصلي قدامنا اهو. بس حط قدامي سؤال تاني، ازاي اصلا بدل باندو ببشر تاني واحنا المفروض في نهايه العالم، والا بقى ما يبقاش فيه نهايه عالم اصلا. وتاني حاجه بنقابلها القطه اللي هي سيستم، اللي اول ما يخرجها من المكان اللي محبوسه فيه بتهاجمه، بس بيقدر البطل انه يسيطر عليها ويهزمها. وهنا بيفتح باب المختبر ويدخل الدكتور، بيعرفوا يستخبوا ويركن المفتاح جنبهم. وعلى الناحيه التانيه الدكتور بيعمل حقنه ويقول انه هيديها لباندو. ايه الحقنه دي وايه التجارب اللي بتحصل هنا؟ المهم بيقدر ياخد المفتاح، وبعدها القطه تقول له ياخد الجوهره بتاعتها لانها مهمه جدا في السيستم اللي اديتهوله. البطل بيقدر انه ياخدها ويهاجم الدكتور، وبعدها ياخد اليس ويجري. والمفاجاه هنا بقى ان الدكتور كمان قادر انه يستخدم القوه الروحيه زي البطل. المهم بيقدروا يهربوا ويوصلوا للبوابه بتاعه الطابق الاول. هنا هنبدا نعرف بقى الدكتور صادق ولا كذاب، العالم انتهى ولا لا. اول ما بيخرجوا من البوابه بيلاقوا عالم جميل جدا مليان زرع وخضار ونجوم مضيئه ومتعه بصريه، وبعدها يبداوا يبعتوا رساله استغاثه على ترددات الراديو. بس هنا بيظهر الدكتور وهو لابس بدله شبه بدل رواد الفضاء، ويستخدم القوه الروحيه ويسحب اليس ليه. وفي وقت ما كانوا الاثنين بيسحبوا قصاد بعض تبدا اليس عينيها تحمر ويطلع دم منها، وكذلك البطل شك ان الدكتور عمل حاجه، بس الدكتور قال له لا هو ما عملش اي حاجه نهائي، العالم بقى ملوث بالكامل، ولو خرجت بدون بدله حمايه كبيرك نص ساعه وهتموت. وبعدها بيقول لهم الدكتور هل صدقتوني دلوقتي ان العالم الخارجي ما بقاش قابل للعيش؟ وخدهم ورجع بيهم للقاعده تاني. انا هنا يا معلم تم شرائي بالكامل، اتاكدت ان العالم ملوث وانه انتهى، اتاكدت ان الدكتور مش بيكذب، ولسه برضو عندي شويه اسئله. هيعملوا ايه؟ باندو ده اللي في المعمل ازاي عمل منه مستنسخ؟ بس بعد ما الدكتور خدهم ونزل بيهم القاعده، بعدها بصوره واحده بس نسمع صوت جاي من الراديو بيقول ان هل في حد بيسمعنا؟ في اشاره بشريه جايه من ساحل هاينان. الله، انت هتلاعبني معاك بقى ولا ايه؟ احنا اتاكدنا ان العالم ملوث، مين البشر اللي بيرد علينا في الراديو دول بقى؟ المهم بننتقل بعد كده للبطل واليس وهم في انابيب المعمل، وادي اجابه الراجل جاوبنا عليها. انابيب المعمل دي بيعالج فيها الشخصيات، وباندو كان بيتعالج. فهنا احنا عرفنا ان باندو ده خرج بره والدكتور رجعه وبيعالجه في الانابيب. ازاي بقى استنسخه؟ المهم البطل بيخف ويخرج بره الانبوبه، ويبدا الدكتور يجاوبه على اسئلته. ايوه باندو خرج، بس الدكتور ما كانش يعرف، ولما خرج يجيبه كان عدى ساعه على خروجه، ووضعه كان حرج جدا، وحاول ينقذه بكل الطرق بس ما قدرش. البطل سأله طب ليه سبتنا نخرج؟ الدكتور قال له انه كان لازم يشوف الحقيقة بنفسه، لو فضل هو يقول له ان العالم انتهى ما كانش هيصدق غير لما يتأكد بنفسه. طب ما الدكتور طلع طيب اهو يا جدعان، بس ثواني كده، باندو اللي معانا ده ازاي وباندو الحقيقي مات؟ نسأل الدكتور بقى بما انه راجل صريح معانا وشكله طيب وكلنا كنا ظالمينه. بس للاسف الدكتور يدينا واحدة مش ولا بد، ويقول لك لا مش لازم تعرف عن الموضوع ده دلوقتي، اديني في الغموض، ادي بس على الاقل انا لحد دلوقتي مرضي، انت جاوبتني على اسئله كتير بسرعه وسبت لي كام سؤال يخليني اكمل معاك، وقفلت لي الفصل ده بقفله تقيله جدا. شيطان عملاق فوق القاعده وجاي بسبب اشاره الراديو. الله، يعني كده الاشاره دي كانت بتوصل للشياطين مش لبشر ناجيين، والاشاره اللي هم بعتوها دي هتؤدي لهجوم شيطان عليهم. بنعرف ده بعدها على طول البطل واليس قاعدين في المخبأ وبتجيلهم اشاره على الراديو ان فريق الانقاذ بره القاعده، فريق الانقاذ اللي احنا اوريدي عارفين انهم شياطين واللي بيبداوا يهاجموا المكان. والدكتور يقول للجميع انهم يخلوا المكان ويروحوا للمختبر. في اللحظه دي كان اسوأ سيناريو رسمه في خيالي هو انهم هيستخبوا في المختبر والدكتور يحارب الشياطين ويموت، وده كان اسوأ سيناريو مثلا كنت رسمه. المهم اللي كان بيشرف على دخولهم للمختبر كان باندو. بس ثواني كده، ازاي باندو قادر يدخلهم للمختبر اللي ما بيفتحش غير ببصمه ايد الدكتور؟ وبرضه ازاي في 2 باندو؟ وبتكمل كمان ان باندو هو كمان عنده قوه روحيه. عندنا عدد اسئله محتاجين اجابه، والاجابه كانت
طلعت ان باندو ده هو مستنسخ من باندو الاصلي. الدكتور بعد ما جسم باندو اتاكل لما خرج بره جابه وقطع الاجزاء البايظه وعمل نسخه منها ونقل ذاكره باندو للجسم المنسوخ ده. بس المفاجاه الاكبر بالنسبه لي ان اصلا باندو ده مش اول استنساخ ولا الاستنساخ الوحيد، كل اللي في القاعده دول مستنسخين، اذا كان اليس او باندو او البنت الصغيره، هم مجرد فئران تجارب ما بيكبروش في العمر ولا الشكل. وكان الدكتور بيستخدمهم في الابحاث بتاعه القوى الروحيه عشان يبقوا جيشه في محاربه الشياطين. ومحدش يعرف المعلومات دي نهائيا غير باندو، لانه قبل ما يموت كان في وعيه وشاف النسخه بتاعته وهي بتتعمل، فطلب من الدكتور انه ما يمسحش الجزء ده من ذاكرته ويخليه المساعد بتاعه. وبيكمل ويقول للبطل ان فريق الانقاذ دي اسطوره، مفيش حد عايش فعلا بره. اعتقد كده بالنسبه لي الرؤيه كلها بدات توضح اكتر واكتر، ويعتبر عرفنا كل حاجه. بس لسه عندنا سؤال كمان زياده، هل البطل نفسه وهو كمان مستنسخ ولا لا؟ بس بيقطع علينا كل الاسئله دي الشيطان اللي اتسلل ودخل عليهم المختبر. والكاتب بيفاجئني اكتر واكتر كمان ويموت اليس، وبتكمل بعدها كمان ويموت باندو. بيك ابسولوت سينما. انا اقدر واحترم الكاتب اللي ما عندوش عزيز، موت يا باشا ما يهمكش، انت خلاص اشتريتني معاك للابد. الكاتب اللي ما عندوش اي مشكله نهائيا يضحي بابطاله في سبيل القصه، ده انا اقدره واحترمه واحطه فوق دماغي. وكده كده ده باندو عادي، يعني ممكن نطلع منه فيرجن 2.5. بس يوسفنا اقول لك ان حاله الانبساط اللي انا كنت فيها دي ما كملتش بانيلين بالظبط، لان تخيل كده يا طيب البطل طلع عنده مهاره محدوده جدا للرجوع بالزمن او لرؤيه المستقبل، ايهما اقرب يعني. المهم رجع لوقت دخوله بوابه المختبر مع باندو. ابتدينا نعك ونرجع بالزمن وننقذ اليس وباندو والعبط ده كله. بس يا سيدي خلينا اكمل معاك. البطل بينومهم كلهم بقوته ويخليهم في غرفه التبريد اللي فيها الجثث، ويبداوا هجوم على الشيطان ويقدروا فعلا يحبسوه. بس المفاجاه الشيطان بيقدر يهرب ويقتل باندو، ومش باندو بس، لا يفتح جهاز التبريد ويقتل الاطفال كلها. ده انت قلبك جامد بقى. ايه يا عم نولان الغلابه العظمه اللي انت بتعملها دي؟ وانا اللي كنت متضايق انه رجع بالزمن عشان اليس وباندو ماتوا، اهو رجع بالزمن وكلهم ماتوا. والبطل نفسه كان هيموت لولا ان بيجي الدكتور وينقذه، وبيدي رسالته الاخيره للبطل انه يعيش لاجل البشريه. وبنكتشف بعدها ان الدكتور اصلا سون جوكو عادي جدا، وبيدخل معركته مع الشيطان ويموت نفسه وياخد الشيطان معاه. وكلماته الاخيره للبطل: انت اخر بشري. انا هنا كنت في قمه متعتي وبدات خلاص ارسم السيناريو. البطل يا باشا هيلبس البدله الفضائيه دي ويعيش كلون وولف وحيد في العالم، ماشي ما بيعملش اي حاجه غير انه يبيد في الشياطين. وقد تعتقد بقى ان لحد هنا فين الخازوق؟ ما العمل اهو بقاله 17 فصل ماشي بجوده واحداث محترمه. انا معاك فعلا، وكان المفروض اخد تخيلاتي دي واقف فيها المشاهده لحد كده، لان من بعد الشابتر ده كل ده بيترمي في الزباله حرفيا. تخيل يا طيب شابتر واحد بس يبوظ العظمه دي كلها. البطل كان بره في الجو الملوث بعد ما القاعده اتدمرت، فجاه يشوف صاروخ يجي قدامه، والمفاجاه الاكتر يطلعوا بشر لقوا من غير بدله الفضاء دي كمان وينقذوه. طب بالنسبه للجو الملوث اللي لو قعدت فيه نص ساعه بس هتموت، لا اسكت، مش طلع فيه مصل؟ والله مصل بياخدوه ويعيشوا في الجو الملوث عادي جدا، بس لزوم التعقيد وكده المصل ده فتره الصلاحيه بتاعته اسبوع، لو ما خدتوش كل اسبوع هتتلوث عادي لزوم التعقيد وكده. بس مش هنعقدها قوي، البطل عشان بشري قديم لازم ياخد المصل، انما في بشريه جديده بتتولد وبتعيش في الجو الملوث عادي جدا. طب والاطفال اللي ماتوا دول؟ والله يعني احنا حاولنا ننقذهم بس ما عرفناش ننقذ غير الطفله دي، وده عن طريق اننا حولناها الكلب. حولوها الكلب. طب والشياطين بقى والعالم اللي بيباد ده كله؟ يا راجل شياطين ايه يا راجل؟ احنا بنحارب الشياطين دي من قرون، والكلام ده مش جديد، والقصه دي اصلا مش قصه شياطين ولا قصه نهايه عالم. مستعد للمفاجاه؟ القصه دي قصه صقل وطاويه وفنون قتاليه. طب وطموحاتي واللون وولف اللي هيبيد الشياطين لوحده، والمؤلف اللي بيموت الشخصيات بسهوله كده، كل ده راح خلاص كده؟ كل طموحاتي وامالي انتهت؟ يا ابن الواد.